زحمة جدا فوق الوصف رغم ان بصوا بقى كلمتين حابة اقولهم لكم وانا واخداكم معايا كده في الطريق لكارفور علشان نشتري المشتريات. كل واحد بيشتري قد احتياجاته وقد ما هو محتاج بالظبط، فما تزعلوش لو انتوا احتياجاتكم اقل وما تفرحوش لو انتوا احتياجاتكم اكتر. كل واحد بيشتري قد احتياجاته وبس. وهنا كنا وصلنا ويلا بينا نشوف الاسعار بقت ايه. نازل عرض في كارفور على الشاي. بصوا بس هي بتقول لنا الشاي غلط، ما تجيبوش شاي. ماشي، ممكن تحطيه جنبك بس كده. ماشي، هتفتحيهوش بقى. يلا شوف كارفور عاملين كل علبة بقت ب30 بدل ب33 اللي هو الكيلو ونص ده. بس عاملين ان لكل فرد علبتين بس، فاحنا ناويين ننصب عليهم وكل واحد فينا ياخد علبتين ونحاسب مش مع بعض. ما شاء الله علينا، عشان احنا اصلا بنجيب حاجات الشهر دلوقتي، مش الحاجات مش حاجات يعني بتاعت اسبوع، او بنجيب حاجات بتاعت فترة مثلا. بس بنجيب حاجات الشهر بس. طبعا يعني لو حاجات فضلت معانا عادي بنكمل. بصوا هم عاملين برضو عروض على القهوة، ومصطفى واقف يشوف القهوة يعني. والنسكويك نازل مع لانش بوكس. استنى بس عشان نشوف، عشان اسيا ماشي نازل مع اللانش بوكس ده. كنا جايبين نفسه والعلبة لسه عندنا اللي هو اللانش بوكس ده، بس مش عارفة هو بكام. هو نازل بكام ده؟ انا مش عارفة لسه هنجيبه ولا لا. هي عندها نفس اللانش بوكس وعندنا لسه. بفكر احط لها عشان مش بترضى تشرب لبن وكده، فبفكر اخده لها علشان تشرب اللبن يعني وكده بيه. تعالوا طيب، هفضل اجري. خليه جنبك ماشي. جيب 2 كيلو هو دي اسعار الزيت، ومعرفش ده زيت ايه ده، بس هو ده بتاع هايبر. طب ماشي، هو قالك الزيت الذرة هو اللي ما بيتطبخش بيه باين. زيت الذرة ما بيتسخنش، وزيت العباد اللي بيتسخن، ولا العكس؟ انت متأكد بس من العباد هو اللي بيتطبخ بيه؟ ده 114. 114 كل ده؟ ماشي يلا. والتاني ده ب114 او 115. التاني ب200 كام؟ 224. طب يلا كفايه يبقوا 115. ده حلو. انا اصلا ما بطبخش. طيب انا بزيت. ماشي هنجيب اللي هنجيبه احسن. طب امال احنا جبنا الزيت ده ليه؟ هرجعه. لا مش كده يعني. هو احنا دلوقتي خلاص يلا بينا. اريال جل بصوا في كارفور ب135. الراجل اللي جنب البيت عندنا عنده جمله وكده، غالبا بيبيعوا ب110. بجيب اللافندر، بيبقى احلى ريحه بصراحه. مش موجود هنا كمان اللافندر. اللافندر موجود هنا بس غالي زي ما قلت لكم. اي حد بقى جنبه، اي حد حاجات اللي هم الناس بتوع الحاجات اسمها ايه دي، المستحضرات والمنظفات او الحاجات دي، هيبقى ارخص كتير. او اسألوا برضو فيهم السعر ايه يعني قبل ما تقولوا ارخص او مش ارخص. بس عايزين نجيب جبنه. بص، المفروض ان الجبنه الصح اللي انتوا تشتروها يكون مكتوب عليها طبيعي كده، ما يكونش مكتوب عليها مثلا نباتي الدهن زي كده. هنجيب ايه بقى؟ مش عارف. شوف كده ايه الحاجات اللي هي مكتوب عليها طبيعي ونقارن بينهم. بريزدون. طب وريني كده احنا مجربين بريزدون وحلوه. شوف كده دومتي نباتي الدهن اعتقد. في منها طبيعي اهو. في منها طبيعي. ده لبن طبيعي. دي لايت. طب ايه؟ مش عارفه. انا حاسه ان دي مكتوب عليها لبن طبيعي بس هي مش طبيعي. جبنه ابيض طري بطعم الزيتون، ما فيش اي حاجه نباتي. شاليه من ايه؟ الانتاج. لا دي طبيعي. بص دي. طب ماشي، عايزين بقى بطعم ايه؟ طعم الزيتون هي اللي هنفضلها. ما نجيب بطعم الزيتون ليه؟ مين اللي بيحب طعم الزيتون؟ ما فيش الا غيرها. والتانيه بتاعتها لايت. لا مش عايزين لايت.
بصوا كده. بتجيبوا طيب جبنه ايه؟ ما تقولوا لي كده معاكم. كان بقالي فتره طويله جدا ما مش بستخدم غير لايت اللي هي دي بريزيدون ولسه عندي، فدلوقتي بقى مش عايزين بريزيدون. استخدموا جبنه ايه بس خلي بالكم، لان انا كنت الاول بستخدم دومتي دي، حتى استخدمتها معاكم في فيديوهات، والسمبوسه وكده دي كتير جدا وكنت بعشقها الصراحه. اكتر طعم بحبه للسمبوسه اللي حد سايبها دي. بس اكتشفت موضوع، قريت يعني شفت فيديوهات كتير على حوار نباتي الدهن ده، فالصراحه بطلت يعني اللي هي الكلمه دي. فايه خلاص هتاخد ايه؟ بصوا برضو في هنا اللي هي الجبنه العاديه دي اللي هي الجبنه البيضاء عادي دي ب55. التانية برضو كانت تقريبا نفس السعر، فاحنا بدلنا وهناخد دي بدل دي. بريزدون اغلى، بريزدون ب77 تقريبا، اهي 77 ونص. بس فاحنا هناخد الدومتي بدلناها، وهنشوف بقى لسه بقى هنجيب ايه تاني. انا كاتبه الليسته وانتوا نازلين برضو السوبر ماركت. فضوا التلاجة ومسحوها وظبطوا كده الدنيا علشان خاطر تعرفوا ايه اللي عندكم وايه اللي ناقص وايه اللي محتاجينه وكده. بصوا بقى نجيب زبده. انا عاده مش بستخدمها، انا بستخدم سمنه بلدي، ماما ربنا يخليها لي على طول هي اللي بتجيبها لي. بس بخلي دي عندي برضو كده ايه، اوقات كده بحب استخدمها برضو. للامانه هي مش صحيه قوي، هي اللور باك وكده افضل، بس طبعا غاليه جدا. فانا ايه هجيب قالب من ده الفيرني دي، ببقى استخدمها ساعات في حاجات كتير، خصوصا مثلا في اللحمه كده. اللحوم عامه بتحب الزبده اكتر. بس كنت بقول لكم بقى تاني حاجه كمان تعملوها قبل ما تنزلوا الماركت، ان انتوا تكتبوا كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها. ماشي. فمن ضمن الحاجات اللي احنا محتاجينها ان انا كاتبه مكرونات ورز وكده. فلسه بقى عايزه اشوف هنا بقى لسه العصاير والكلام ده والميه والاجواء دي. بس هنشوف بقى لسه الرز والمكرونه فين، ولسه عايزه ادور على لانش بوكسات معرفش فيه هنا ولا لا، علشان اوسي هتدخل الحضانه خلاص الحمد لله. جربت قبل كده اللبن اللي هو خالي الدسم، الصراحه ما عرفتش احبه خالص، وهو محبنيش يعني اللي هو الخالي الدسم خالص اللي هو ده. فسمعت عن اللي هو النص دسم ده، فقلت اجيب واحده برضو ابقى اجربها، لان بصراحه انا ما حبيتش الخالي خالص ده، ما استلطفتش. طبعا استغفر الله العظيم يا رب. هو مزارع دينا بيقولوا احسن حاجه يعني، بس انا بصراحه ما جربته مره كده، ما حسيتش ان هو مش عارفه هو احسن حاجه المفروض، بس انا ما استلطفتش قوي. برضو الكوفي تشيك اللي فوق ده والحاجات بقى اللي فوق دي كلها جربتها معاكم قبل كده على انستجرام، مش عارفه طعمها مش مظبط معايا ليه، مش حاساها قوي يعني. برضو جربنا قبل كده الفراوله بتاعت مزارع دينا دي، حسيت ان هي مثلا ايه زي الدواء كده، فاهمين؟ وبرده الجهينة كان الدكتور بتاع توتو قال لنا ان لا مش حلوة وكده، والمراعي احسن منها كتير، رغم ان احنا كنا المفروض بنستخدم جهينة او في برضه منها نصف دسم، فبقيت بقى خلاص نجيب المراعي. رايحين نجيب لأوسي من ده مثلا عشان تاخدوا الحضانة، تفتكر ان هو عصير فتوافق تشربه، بس خلي بالكم ان هو اصلا خالي الدسم، فالاطفال يعني ايه يفضل ان هم ياكلوا كل حاجة كاملة الدسم وكده. فلسه بقى هنشوف. عشان تصوري. ماشي، ما انا بصور اهو. هو السوبر ماركت ايه غير زقة عربية؟ ماشي. هي اي نعم بتحود مني في كل حتة. وانا عشان كده الناس هتموت. لا بعد الشر. بصوا النوع ده من الكورن فليكس جامد جدا جامد جدا، هتخلصوا معاها. انا بس بحاول اقلل لها الشوكليت كده الفتره دي. بصوا مصطفى بيدور لها. ده حلو قوي يا اوسي ده. كنت لسه بقول لكم بحاول اقلل شوكليت وهو بيجيب لها. واو. وفي منه فوق اهو. ايه الفرق بين ده وده؟ 120 جرام اصغر. ده 375. احسن، خد لها الاصغر دي احسن عشان نقلل شوكولاتات.
20% زياده في ده، 20% زياده في ده. شفتوا بقى المصريين هيمشوا طبعا يعني ورا العروض. يعني ايه هنحط ده؟ ايوه 400، ده 450 جرام بسعر 375. الوزن بتاعه 450. وده كام جرام؟ ده 375. انا ما بقيتش افتكر حاجه حقيقي. ماشي يلا. مكسوفه كسفة الدنيا مش عارفه ليه، ممكن عشان اول مره، مش اول مره يعني، ممكن تاني مره ولا تالت مره اصور في ماركت والناس بقى حواليا وكده، وخصوصا ان احنا في اول الشهر فالدنيا زحمه. شجعوني يا ابني، انا هعرف اعمله من غير خلطه، مش محتاجه خلطه. هو ايه ده يعني؟ هو ايه ده؟ ايه خلطه للدوناتس؟ ايوه جاهزه يا ابني، انا بعرف اعمله من غير انا بقول لك انا مش شاكك في امورك، انا بقول لك يعني جربيه. ايوه. كام قطعه دي ولا بتعمل قد ايه؟ 18 جنيه. بكام؟ 18 جنيه. ماشي، بتعمل كام قطعه؟ هسه قلنا ايه؟ خناقات دائمه. مصطفى واسيا خناقات دائمه. انا مشيت وما جبتش البتاع ده، العسل. فكروني البتاع ده بطعم ايه؟ ده مجرباه قبل كده في كذا حاجه، بس مش عارفه ده بطعم ايه. كنت مجربه الفراوله والشوكليت ده غالبا قهوه. بص كده، ده موكا شوكولاته وقهوه. كنت مجربه الفراوله ده خلص. الفراوله ده حلو عشان بضحك على اسيا واحطه لها في اللبن. اوسي والنبي يا اوسي ما تفتحي الفانيليا، ماشي؟ قوي. دي بالشوكولاته البيضاء. مش عايزه بالكراميل وما بيتلاقاش ابدا، ما اعرفش ليه. هو في منه بس الكبيره خالص دي اللي هو ب 73 ب 74. واصلا الصغيره دي بتقعد حبه كتير، اللي هم دول. انا ما جربتوش احلى مذاق ده قبل كده. تعالى نشوف الضحى. هو كده لا مش اغلى ولا حاجه، ده نفس السعر. والله نفس السعر اهو. ده ب 24 جنيه. السوبر ماركت اللي تحتنا. بصوا، هقص لكم الحته اللي مصطفى بيلهوا فيها، بيشتم فيها. بس لما يكون بيبيعوا فعلا ب 24 وهو هنا ب 17، يعني بياخد كده مثلا 7 جنيه في الكيس. اجيب 3؟ ماشي. كتير قوي الصراحه. في هنا خناقه على المكرونه اللي هي بتاعت المطبخ دي. عايز ايه تاني؟ غالبا عشان سعرها كويس، يعني رخيصه قوي. وفي حاجات يعني اللي مش بيعرف، اللي المعكرونه مش بتعجن منه كده، ممكن تمام يعني يعرف يظبط اداؤه فيه. احنا جبنا شويه منها على الملكه. كنا بنستخدم الاول روجينا بس بقت غاليه قوي. الصلصه دي برضو استخدمتها اخر كام مره وكانت حلوه برضو. استخدم كذا حاجه بصراحه، لان ما بعتمدش على الصلصات قوي. بعمل الحاجات اللي هي الطبيعي، يعني طماطم عادي طبيعي وكده. بكام دي؟ طب بكام؟ 25. بكام؟ 25. 25. شرب بقى وحاجات وحركات واندومي. الحمد لله ماليش في الحاجات دي. شطورة سقفولي. عايزين كاكاو ده؟ ماشي يلا. اجواء الشتا بقى. ده بكام ده؟ 29. ده ب 24 ونص. في فوق الحاج عرفه، معرفش الحاج عرفه ده مين، ب 55. في الاخر هو كاكاو يعني اكيد بيفرق ولا حاجه. والسحلب اهو، السحلب برضو الحاج عرفه. معرفش دوت بكام. دريم طبعا منتجاتهم كلها تحفه في كل حاجه. بتاع النسكويك حاطينه هنا برضو. طبعا انت السحلب عايزه دريم. بس والسحلب اهو بتاع دريم ده 9 جنيه ونص، مش غالي. الحاج عرفه ده غالي قوي في كل حاجات. ايه بس يستاهل.
فاهم الكرتونه عشان العلبه يعني. العلبه جاب له شكلها إزاي؟ حلو قوي. اه جاب له دي يتعمل لها اعاده تدوير. وين يلا كده كده نفس حاجه اساسا. هو اجيب هارفست ده على طول. هو دلوقتي ب10.5 وفي وادي فود ده معرفش ما جربتوش قبل كده. هو ارخص جنيه مش فرق كبير يعني بس او جنيه ونص بس حاسه انا عايزه اجربه. عارفه في ريحانه ده بس العبوه صغيره قوي اوفر. انا هاخد ده اجربه المره دي. ده مش لتر 750. ده مش لتر على فكره. 750 هو ب 43 جنيه. 108 ب ده 44. 108 ده هو ده اغلى نوع رز. ايه أهو. ده؟ بص. ده هو أهو. ده 43 ده. هو الرقم ده على الصغيره على دي. الصغيره دي. هو في ايه يا هذا جماعه؟ عوكة فقالي. هو احنا في ايه؟ الدنيا بقت ولعت ولا احنا اللي هي مولعه كده كده كده؟ مولعه. بصوا بقى جينا لقسم المنظفات لعبتي. الكلوركس ده جامد جامد جامد. كنت عندي المره اللي فاتت ده مش بالليمون اللي هو العادي ده. اقسم بالله اجمد حاجه في كل حاجه. في الغسيل بقى البوتاجاز في المطبخ في التلاجة في كل حاجه. هما ايه؟ ده حلو قوي. نعم يا روح. نعم حاضر. ده تحفه 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 تحفه. جيب اللي لونه بينك. حاضر هجيب باللون البينك ماشي. هو فين الست؟ نفس البراند اللي انا كنت عامله بيه الانتريه منضفاه معاكم بس كان تحفه. بس ده مش بتاع الانتريهات ده تقريبا اطباق وكده. بصراحه كتير اوفر يعني دهون وكل حاجه بس كتير اوفر ان انا اجيب ب 92 جنيه لاطباق او حتى لو حلل يعني. لكن ده ب 39 بس بيقعد شهور. وماكسيل ده غالي بقى ب 45. كانوا ارخص من كده كتير مش فاكره كانوا بكام بس كانوا ارخص من كده كتير. هاخد اللي بالليمون المره دي اجربه عشان اللي عندي خلاص خلصان. لا يوسف بس ثانيه واحده عايزه بتاع ده. هو ايه الرقم ده؟ بس نعم يا 110 في دول. ثواني بس ثواني. بس ما تصدميش شايفين الناس الرقم؟ معاكي. 110 في دول. في دي اقسم بالله في دي. هنجيب لك لون بتاع اي حاجه لونها بينك اتنين. ثواني انت بكام حضرتك؟ مش عارفه مش مكتوب. هو ايه ده؟ ده ايه؟ 360. هو ايه ده اصلا؟ بسكويت. لا ده حبوب. ايوه حبوب بسكويت. ده هون العسل. طيب عسل لبن عسل. انا بجيب لها الحاجات اللي هينفع تاخدها معاها. والنبي يقولوا لي يا جماعه انا اول مره حضانات فانتوا هاتلها ده. قولوا لي. لا ده دخلته في مناخيرها قبل كده بتعمل نفسها بتلعب وكانت خناقه وقعدت اقول لكم على الفيسبوك الحقوني ومش عارف ايه والكلام ده كله. فمش هعمل كده تاني. بجيب الحاجات اللي تكون مثلا عريضه شويه ان هي ما تقدرش تعمل فيها اي حاجه. ده مش حلو يا استاذ. يلا بينا. احنا لو وقفنا قدام اللي عنده كنت لسه بقول لكم الامهات بقى والماميز وكده اللي بيودوا حضانات يقولوا لي كنتوا بتحطوا ايه في اللانش بوكس عشان اسيا مش بترضى تاكل اي حاجه. كل الحاجات مش بتبقى راضيه ولا ولازم انا اللي اكلها وكده. وطبعا في الحضانه هتبقى هي اللي هتروح هي اللي هتبقى المفروض يعني هي اللي بتاكل نفسها وكده ومش عارفه هيعملوا ايه. فمش عارفه حقيقي هعمل ايه في المشكله دي. واسوني يا جماعه وقولوا لي كنتوا بتحطوا ايه في اللانش بوكس. اهو بصوا العرض ده بتاع الرز البسمتي حلو قوي بس انا الحمد لله عندي. هو ب 84 صح ب 84 رز بسمتي اهو ب 34 يعني ب 35 يعني ال2 كيلو ب 70. ده كده ارخص رز بسمتي شفته. كده رخيص قوي. بصي انا مش هجيب عشان الحمد لله عندنا. بصوا هو الرز البسمتي غالي اصلا. هو الباشا ده حد عارفه ولا حتى نعرف سوا اليوم بجد والله يعني حلو يعني.
الناس بتاخده واحنا محتاجين رز ومش لاقيين غير ده، والضحى مش لاقيين. بلدي بس حلو يعني ولا ايه؟ كويس بس بياخد ميه. اه لا الست قالت لي لا مش كده، يعني كويس بس بياخد ميه، يعني مش الميه بتاعته مش هتتظبط يعني ممكن يعجن كده للاخر يعني. هي اكيد طنط خبره اكتر مني يعني في الحوار. انا اي نعم عمري ما بعجن الرز ابدا، بس هي اكيد خبره اكتر مني في الانواع يعني. هات التلاتة اللي هم دول اللي مع بعض تحت دول، اللي هم ايه، هم دول بكام ودول بكام؟ ايه خلاص؟ دي انا وروما خلت العيال اجانب. ايه طلع ايه خلاص؟ يلا طب ماشي حاسبه. عرض الملح ده سألت عليه قال لي ب15 التلاتة دول اللي احنا جايبينهم. بفتح النوت وبقول عايزين دقيق ومربى وبتاع، لقيت الدقيق جنب البتاع ده الفانيليا لقيتها جنبي. كنت جبت قبل كده من اللي هي اللي في علبة دي وسايلة معرفتش اظبط الاجواء بتاعتها الصراحة. دي القديمة وفي فانيليا بالسكر اهي. ده الناس القديمة، احنا الناس الجديدة. ولا جديد ولا حاجة. وده محسن كيك زائد بيكنج باودر عشان الكيكة تتظبط. مفيش كيكة بتتظبط اللي هو ده لا بيكنج باودر عادي، اللي هو ده انا بستخدم ده على طول. انا حاسه ان انا عايزه اغيره واستخدمه، بس هجرب ده المره دي عادي. بصوا بقى الكلوركس ده جامد جدا جدا، بستخدمه في كل حاجه وبتقعدوا تسالوني على الانستجرام. سعره دلوقتي 23 اهو، وبينفع في كل حاجه. وهاتوا الكلوركس الالوان لان في منه جل عادي وجل الوان، ده الالوان، فهاتوا الالوان ده حلو قوي ينفعكم في اي حاجه، كل حاجه واي حاجه. كمان اللي حلو اللي هو الفريده ده، بس كل ده الحمد لله لسه عندنا. اللي جربته حد ضايع يا عيني، طفله ضايعه. اللي جربته عند ماما وطلع حلو برضو اللي هو البريكس ده، تقريبا لسه جديد وسعره حلو مش زي الحاجات اللي اغلى، فهو حلو قوي. وفي ريحه الليمون ده جربته عند ماما وكان حلو قوي. السف ده او معرفش سف اسوأ حاجه على البوتاجازات. اوعوا تجربوه على البوتاجازات، اقسم بالله ده اللي دمر لي بوتاجازي. اما بقى الحاجات الحلوه اللي هي زي الكلوركس دي، الماكسيل ده جامد، في منه اللي هو البينك الاحمر ده كان هنا دلوقتي لسه شايفاه مصوره لكم مع الريل انستجرام، حلو قوي. برضو الكلوركس الوايبس بتاعه ده هتبقى حلوه قوي، برضو مناديل كده معطره. احنا بقى عايزين نجيب سترس عشان الحيطه بتاعه المطبخ واي دهون عميقه تبقى فيها، وكمان عشان حوامل البوتاجاز جامد الصراحه. وكل بقى الاحمر منه اللي جامد قوي ده الايه، منظف الالومنيوم والزجاج والبريكس يا بنات. بصوا نزلوا منه ايه برضو للزجاج ب20 جنيه. تحس ان دي بتعمل حاجه والله، بتدي ريحة والله العظيم بعد كده. ودي بريحه ايه؟ دي لافندر. لافندر بكام دي؟ 50 جنيه الواحدة ب 21 جنيه الواحدة ب 21. نشوفهم ساعة لما كنا بنجيب حاجة للأنتريه نفرشه عليها كانت واصلة ل100 وحاجة، دلوقتي 349. وقال لي ايه نازل من 400. حقيقي الأسعار اتنفخت. بصوا الموقف عامل ازاي، ستات ورجالة وكله بيلبس الموقف ده. عايزة مناديل مطبخ قوي فيها كل حاجة يعني كرتونة فيها كل الحاجات. بكام دي؟ 100 جنيه. طب ما دي تبقى احسن. 20% خصم. بصوا فاين عاملين كرتونة على بعضها فيها كل المناديل اللي انتوا تحتاجوها اهي. طب يلا هات لنا دي احسن، حاسه ان دي احسن من مطبخ. ورق 3 مطبخ فاين سوبر برو، ورق تواليت 6 للتويلت وللاستخدام الشخصي اللي هي 3
الجيب وكل الحاجات. يلا يلا حط بنت اسهل الموضوع ده مش هتاخده. ماشي يلا. طبعا يعني مش كل الحاجات. بصوا انا بحب دول قوي، حد جايبهم وسايبهم هنا، تديني احساس كده ان انا بشرب في كافيه. المهم ابقوا اسالوا برضو جنبكم اطباق وحاجات تغليف وكده. اي حد موجود في المنصوره او في بلقاس، انا جايبه الحاجات دي كلها. هو ابن عمي فشهادتي فيه مجروحه، بس هما ايه يا اوشي معاكي اهو، بابي جاي اهو. بس هما جمله اصلا، وهما كان عندهم مصنع، فهم اكتر ناس يعني. بس فهو شهادتي فيه مجروحه، جايبه كل الحاجات دي من يعني بجيب كل الحاجات دي من عنده. اي حاجه من اللي هي البلاستيكات وكده، وبالذات بقى البساكت، الكيس بتاعه الباسكت بتاعه الزباله، والاكياس اللي هي بتاعه الفريزر والثلاجه وكده. اسعاره حلوه قوي، لان هم كان عندهم اصلا مصنع، وبعد كده بقوا كل واحد فاتح لوحده. انا جايبه من محمد في شارع المطافي، ومصطفى برضو عنده الفرع تاني، محل تاني في الشارع اللي هو على برجيله، اللي على ناصيته مكتبه العمده. الاتنين ولاد عمي، والاتنين ما شاء الله على حاجتهم. شكرا. كل الحاجات دي عندهم. دي شموع. بصوا الكوبايات دي جامد قوي على فكره، ميد ان تركي. بعد بكره انت هتنزلي خطوره بعد بكره عشان كده. هو ده قال حاطين عليه ان هو بكام؟ ايه ده؟ في مج الواحد ب7 جنيه هنا اهو. شكلهم لذيذ والله. هي الحاجات علب التلاجة وكده دي احلى حاجات انا بحبها. الحاجات المنظمات بقى والاجواء دي. دول علبتين في بعض اهو، اورنج، لونهم اورنج على فكره، مش زي ما طالع. ب 230، غاليين جدا. بصوا دول كبار. ايوه فين اللانش بوكسات طيب؟ اهو في لانش بوكسات. فين؟ نعم يا قلب مامي والله. ماشي بصي ده ازاز مش هينفع معقول. ده ازاز يا اوسي. بصوا العلب شكلها حلوه قوي. ايه اللي حصل؟ 90 جنيه. هو في ايه يا جماعه الارقام دي؟ ايه يا اوسي سيستم اهو. بس ده صغير قوي. شفت امهات بيبقى غالي جدا، بس بيقولوا ان هو حلو قوي. بس ده صغير قوي اصلا، احنا هنبقى محتاجين الاكبر منه اساسا. شو السكينه دي على فكره زي باغه كده، مش كاتبين عليها للخضروات. مش عارفه العلب مفيش لانش بوكسات، والعلب كلها الماتيريال بتاعتها حلوه قوي، بس انا حاسه الاسعار بقت عاليه قوي. بصوا عايزه بنك مش هتبقى. ده هنحط فيه الهم دي. انهي لون بقى؟ اكيد هتبقى عايزه البنك. افتح كده. ده بس ممكن تساعدني؟ ده فاضي ولا اي حاجه، في شوكه وسكين، مش متقسم. عايزه اللي لونه ايه؟ ده مش عارفه ده؟ حتى مش كاتبين عليه اسعار. خلينا نجيب ده بس. مش حلو. لا حلو. مش حلو، مش متقسم، الاكل هيتحط على بعضه. مش حلو ده، لا مش متقسم. هنا اهو بقى كل الحاجات اللي مقسمه واللي مش متقسمه حاجه موجوده. لا قلت لك اكيد مش هنا، قلت لك ده اكيد مش مكانهم. قلت له والله ده اكيد مش مكانهم، لان كل الحاجات علب تلاجة ومش عارف ايه، فما فيش مكان لانش بوكسات خالص. اللي في ايد اوسي ده بصي مش متقسم، مش حلو ده. استنى نجيب لك واحد تاني احلى منه. شوف بقى حاجه متقسمه. ده متقسم. بصوا الديزاين ده احلى حاجه. بص عشان هي لما ده يبقى فيه هنا حاجه فوق وهنا يبقى حاجه تحت، ويبقى فيه هنا يعني متقسم كده، الحاجات ما تجيش تقع على بعض. لونه بينك. ده مكسور، لسه هنشوف واحده تكون سليمه. دي مكسوره اهو. هو ده تقريبا نفسه. هو ده. شوف كده. هو ده 75 جنيه. 75. وده بكام؟ شوفي البربل ده يا سوسو، البربل. افتحي كده اما نشوفه متقسم ولا لا. لا ده مش متقسم. حاسبي اهو. هو ده. هو ده.
هو ده كان مكسور منه فين؟ التقفيلة بتاعته مفيش هنا اللي بيقفل هنا كده. ده اللي لسه جاي. هو كده. يعني ايه يعني ده؟ طب بص كده، ده الفوشيا والبينك والبيربل حلو ده. ولا اللي في ايدك؟ لا الاثنين ده حلو برضه وده حلو. وده حلو برضو. هو الفرق الوحيد ان التاني، هات كده اللي معاك، تعالي على جنب يا اوسي كده. هو كله كده يا روح. هو الفرق ان اللي في ايدك ده أنا في عايزه ده. متقسم وفي طبقة كمان من فوق، يعني متقسم. ده واحد من جوه خالص. بص فين الغطا اللي كان هنا؟ ده هو كل واحد كده. طب ناخد ده. اهو. حاسه مقفول كويس محكم يعني ولا ايه؟ انت كنت بتقولي ده واو؟ مش ببقنا.